صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة على العالمين، ويا باب نجاة الأمة غريب غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إلى حصنكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد. كثير من آيات القرآن الكريم نزلت بسبب نزول إلها، كثير من الآيات إلها سبب نزول. الحادثة من الحوادث حادثة اجتماعية، بعض الأحيان رب العزة ينزل قرآن، وبعض الأحيان الحكم شرعي يبين به حكم شرعي، وبعض الأحيان أمر عقائدي، وهكذا سبب نزول أكو. ولكن هذا السبب من تنزل القرآن الكريم، ينزل آية سورة لهذا السبب ما تنحصر به. يقولون عندهم قاعدة أهل التفسير، يعني كل شيء ينزل من السماء، سواء حكم شرعي أو حادثة اجتماعية أو مسألة عقائدية، ما يقيد بالذي أنزل فيه، يصير عام يصير، يعني ما يختص في هذه الحادثة ولا في هذا الحكم الشرعي ولا في هذه المسألة العقائدية، يبقى درس إلى يوم القيامة. فكثير من السور نزلت لها سبب نزول، نزلت لتوضح هذا الحادثة. هذه الآية الكريمة من الآيات التي لها سبب نزول. شخص اسمه الحارث، هذا أنا كاتبه، الحارث ابن ضرار الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، شخصية اجتماعية، كبير قوم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، هو بعدما مسلم، يا رسول الله علمني عمومات الإسلام حتى أنا أفتهمهن وأروح القوم إن شاء الله كلهم يسلموا عندما أوضح لهم الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وضح له عمومات الإسلام: الشهادة أخوة، النبوة، الإمامة، الصلاة، الصوم، الحج، عمومات الإسلام وضحهن. وهذا الرجل صرهن بصرة، يعني حفظهن وراح القومة. من وصل القومة ببركته كلهم أسلموا، لأن هو كبير القوم، يعني باعتبار هو عينهم وهو ثقة عندهم، كلامه ما يقبل
بعد أخذ وعطاء، هو ثقتهم، عينهم، كبيرهم. ولكن قبل لا ينصرف النبي صلى الله عليه وآله قال: سأبعث لك رسول من قبلي جمع له الزكاة والخمس والطي إليه. يلا صار يا رسول الله، هذا موعدنا، بيني وبينك موعد، بعد ما يسلمون وأنا أشرح لهم الإسلام وما يترتب عليهم وما ينبغي إعطاؤه إلى من الخمس والزكاة، ابعث لي مرسول. فعلا تقول الرواية: بعث لهم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، النبي بعثه. هذا الوليد كان له مع قوم الحارث الخزاعي اكو فد مشكلة. السوى هذا بعيد عن المدينة المنورة، مشى مسافة يومين ثلاثة، قبل لا يوصل رجع للنبي. رجعت، قال: يا رسول الله، ذول الجماعة متهيئين ويريد يغزون المدينة، متجمعين، يريد يغزون المدينة المنورة، فأنت كون تتهيأ قبل لا يوصلون ويغزوننا، كون أنت تغزوهم. هو هذا الوليد ابن أبي معيط، ابن عقبة ابن أبي معيط. النبي صلى الله عليه وآله مو مثلي وأمثال غيري، من يسمع الحكي عنده فلاتر، فلتر يفلتره الكلام، أي شيء، أي خبر، مو على حس الطبل خفا، لا، أبي يختلف. والمؤمنين كن هالشكل، العلماء هالشكل، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نزل قرآن كريم، نزل هذه الآية لهذه الحادثة. خلنا أكملها وبعدين ايش نستفيد من هذه الآية الكريمة. إنه وياها 3 وقفات. انتظر النبي، هو قال له: جهز، اغزيه، اغزوا. النبي قال لهم: لا لا لا، اوقفوا، انتظروا. إلى مرة 15 يوم ذاك الرجال محضر الزكاة والخمس وصارهن ينتظر مرسول النبي، ما اجى. فسوى هو ووفد اجوا للمدينة، رجعوا مرة ثانية، وصلوا للمدينة، اجوا للنبي قالوا له: هذا الحارث بن ضرار الخزاعي اللي على اساس يغزونه جاي هو ووفد وجايب الخمس والزكاة. استقبل النبي، قال له: أنا بعثت لك مرسول. قال: يا رسول الله، ما وصلنا، ما حد جانا. فنزلت هذه الآية الكريمة: أجلكم الله، فسقت هذا الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فسقته: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صار أجلكم الله فاسق بنص شرعي، السماء فسقته، الله عظمته فسقه. وانتهت الحادثة ورجع هذا، جزاه النبي خير ورجع. هذا سبب جو الآية، سبب نزولها. ايش نستفيد احنا؟ نستفيد من الآية أولا أنه يوجد ناس بزمان النبي ويبقون إلى يوم القيامة، شو يسوون؟ عندهم قدرة على تغيير النص الشرعي. يكتبون بالتفسير العلماء، يلوون عنق الدليل. مو آية كريمة نزلت بعلي بن أبي طالب، شو يسوي؟ يكسر رقبتها، يكسر رقبة الآية، الدليل ماكو، يوديها لفلان وفلان. هي نازلة بعلي والناس كلها تقول نزلت في علي بن أبي طالب، يعني الناس تشهد. مسألة تختم بالتصدق بالخاتم، الناس شهدت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. ثقلين ياهم الإنس والجن، من آدم إلى يوم القيامة، بس ضربته واحدة بس تعادل عبادة الثقلين. النبي يقول سيلون الإمام الصادق،
قال لهم إيه ونحن من الثقلين، يعني حتى عبادة الأنبياء والأئمة ضربة علي تعادل عبادتهم إلى يوم القيامة. هو شو يسوي؟ يحرفها، يغيرها. ليش؟ لأن عنده أكو شخصيات بذهنه عاشقهم، يلوي عنق الدليل إلهم. هذا شخص كان يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وآله، يسمونه أنس بن مالك، مو صاحب المذهب لا غيره، واحد خادم عند النبي. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه طائر من السماء مشوي. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ينزل عليها رب العزة مريم. فالنبي شلون؟ طائر مشوي نازل عليه. النبي صلى الله عليه وآله دعا قال إلهي ابعث لي أحب خلقك من بعدي يأكل مع الطائر المشوي. أريد ياهو أحب خلقك عندك، ياهو تحبه بعد النبي صلى الله عليه وآله تبعثك ونياكل مع الطائر. يقول هناك وإذا أبو الحسن أقبل. هذا البواب سمع النبي، فش يتمنى؟ يتمنى يكون فلان ابن فلان يجي، اللي هو راغبه، اللي عاشقه هو، اللي يحبه، مو علي. اجى ابو الحسن قال له ها، قال له جاء للنبي، قال له النبي في شغل عنك ارجع. رجع ابو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، دعا النبي الهي ابعث لي احب خلقك ياكل معي. رجع ابو الحسن، ها، قال له النبي في شغل ما خليك تدخل. مرة ثالثة دخل، يعني دعا النبي. يقول الإمام صلوات الله يعرف بعد الإمام عنده علم، دخل يعني أزاحه ودخل. قال له أبو الحسن 3 مرات دعيت الله. قال له أنا 3 مرات جيت بس هذا منعني. استدعى النبي، قال له ليش؟ قال له يا رسول الله ما ضمها عليك، أنا حبيت واحد من قومي مو علي بن أبي طالب. هو الله سبحانه وتعالى يحبه، الله يريده والناس تريد. هو رب العزة يقول وجعلناهم أئمة يهدون الله جعلهم. انت فلان وفلان شنو؟ هو الله يريده، الله سبحانه وتعالى يحبه. فهاي الآية الكريمة نستفيد منها. يوجد ناس عندهم استطاعة يغيرون الحكم الشرعي بسبيل أهوائهم ورغباتهم. استدعى النبي، استدعى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أخوان ترى هاي إشارات إحنا نكون نستوعب نعرف. استدعى يوم من الأيام، قال له تعال أبو الحسن، ضرب على ظهره، قال له ها يا رسول الله. قال يوجد ناس، أبو الحسن اسمع، يوجد ناس لو غذيتهم بالعسل المصفى ما ازدادوا فيك إلا بغضاء. شو تجيب لهم؟ العسل تغذيهم يكرهوك. ويوجد ناس يا أبو الحسن لو قطعتهم بالسيوف إربا إربا ما ازدادوا فيك إلا حبا. 2 الناس. شو يسوي علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ يضرب يوم الخندق، يقتل عمر ابن عبد ود العامري. شو يسوي؟ يكرهه، هو يكرهه، ما يفيد الحكي العام، ما يفيد. ويوجد ناس إذا يقطعهم علي بن أبي طالب بالسيف يحبوه. وصارت هاي، إجا واحد للإمام قال له طهرني أبو الحسن. الإمام قال له ارجع خاف أنت مشتبه. يوم ثاني أقيمت الحجة، قص إيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أخذها وراح. ياهو يلاقي، قال له منو شلون قصت إيدك؟ قال قطعها سيدي ومولاي الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين أبو الحسن والحسين. شو مو قصيدك؟ قال لهم ايه سيدي ومولاي. هو قصيده، يحبه، يحب الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
فنستفيد من هذه الآية الكريمة الموقف الأول أو النقطة الأولى، ناس تحرف الدليل الشرعي على مش شنو رغبة عنده، هوى، عاشق. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أكو عندنا بالفقه فاسق أجلكم الله وأكو عادل. شنو الفاسق؟ الفاسق أجلكم الله المتجاهر بالفسق، يعني الحجي السيد ينصحه ما ينصح، يا ترى هذا مو صحيح، مثلا أجلكم الله يشرب خمر، يشرب خمر وينصحوه ما يفيد، هو متجاهر، فهذا بعد ما بحصانة، ما عنده حصانة، هذا فاسق أجلكم الله. مثلا يسرق ويقولوا له أبوي لا تسرق، عيب السرقة كذا، ومصر على هذا الشيء، هذا فاسق أجلكم الله. فاللي مصر على الذنب والكبائر فاسق. يصعدون اللهجة الفقهاء يقولون اللي يحلق لحيته بموس من دون عذر شرعي، اكو بيهم عندهم عذر شرعي، يداوم دوام مثلا عسكري كذا، معذور. الما عنده عذر كون مصداق انه هاي الخفيفة نمرة 1 نمرة 2 كافي، مو يعني اللي لحية طويلة، لا هذا احنا حتى بالشهادة يعني بالطلاق ماكو، اذا ما ملتحي شهادته ما تقبل، اذا من دون عذر يزينها هذا ما تقبل شهادته. والشاهد اخوان بالطلاق عند السيد الله يحفظه يقول يعني يصح شهادته ما اتردد بالصلاة خلفه، كون اصلي خلفه يعني هو عادل يجي يشهد عادل. فاكو فاسق اجلكم الله واكو عادل. الفاسق ذني اذا المتجاهر بالفسق. زين، قلت أول مرة النصيحة واجبة على الحجي، على السيد، على الشيخ. احنا قلت لك يعني الإنسان يتجاوز ويخطأ، فشو نسوي؟ النصحة. إذا أصار بعد هذا خرجنا عن عهدته، وإذا لا الله هداه رجع تاب. النوب احنا كون هذا التائب نحبه ونقدره مو نعيره، لا نقدره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الله يحبه، يقول الله يحب التوابين، الله يحبهم فإحنا نحبهم. التائب عن الذنب كما أو كأن لا ذنب له، كأنما لا ذنب له، تائب عن الذنب فنحبه. فهذا العادل شنو؟ العادل اللي ماخذ طريقة وجايب طريقة، يصلي ويصوم، ما يعتدي على الناس، أخوي محترم نفسه، محترم الآخرين، اللي يحترم الناس تحترمه، اللي يقدر الناس تقدره، نعم، اللي يبجل الناس تبجله، وهكذا. هي هاي الدنيا شوفها يعني أيام، وكل من يذكر صاحبه بالخير. ترى الدنيا ما تسوى، والله ضيقة الدنيا، الله شاهد ورسول. إذا نحسبها ايش قد عمي العمر، ايش قد هو؟ 90 الآن، 90 لا نقول 90 نصه ليل، ايش قد ظل؟ 45 خلصنا 6 مدري 7 هذا الطفولة أخوي، النوم والمرض، ايش يظل من العمر؟ وش يصفى؟ 5 سنين 10 سنين يسوى الإنسان يعني يصر ذن المسائل، البغض والحقد والكراهية والتعدي، ويروح لله سبحانه وتعالى يواجهه بذاك الخلود هناك السرمد. فما تسوى الدنيا يا اخوان، ما تسوى. انا احث نفسي اول مرة واحث اولادنا الله يحفظهم وابنائنا انه البغض الحقد الكراهية مو صحيحة، وبالخصوص بين ابناء المنطقة، بين الجيران، بين الاخوان، التواصل، التوادد، التحابب جيد، الله يرغبه وينميه ويجعل البركة به ويوفق الإنسان. احنا قلنا يعني بالمحاضرات السابقة الإنسان يطمن نفسه، من يطمن نفسه الله يرفع شأنه ويعلي منزلته.
كل الأحوال هذه النقطة الثانية، الفرق بين الفاسق والعادل. النقطة الثالثة، يوجد ناس إذا أحبوا شخصا ألهوه، يعبدونه من دون الله، من السابق وإلى يومنا هذا، وهذا مو صحيح. احنا حبنا إلى الله والمحمد وآل محمد، حبنا حب العبادة هذا بس، غيرهم نحبهم بمقدار، أخوي ابن عمي صديقي كذا بمقدار معين، إلى حب مو مطلق، لا ما يصير، إلى مقدار معين. ما أوصله للرب هاي مو صحيح، مو صحيح هاي. يعني سابقا يقف شاعر أمام أحد الخلفاء أو الحكام يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. استغفر الله، والله هاي الشعر موجود. يقف زين، يقف أمامه احكم فأنت الواحد القهار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار. أجلك الله النبي طيح حظه، هو طرده، مو الله يغسله، الله سبحانه وتعالى يغسله، ما يوفقه. مستحيل اللي يعرض عن عبادة الله الله يجعل براسه خير، مستحيل. لا تقل لي هذا يتملق، أجلك الله التملق يعني التدني، الانحطاط. شوفه هذا واحد تدري يسموه شفيق الكمالي، سامعين بي؟ شفيق الكمالي شاعر البعث، هذا النشيد الوطني هو سواه. شفيق الكمالي طلعوه بالنت إذا شبابنا طلعوه، يخاطب صدام، تدري ايش يقول له؟ يقول له لولاك ما نبت الشجر، لولاك ما بزغ القمر، لولاك يا صدام ما خلق الله البشر. والله هالشعره عدم النوب، بعدين اجت الايام من عدمه، هو عدمه شاعره. شوف أجلك الله الخسة والدناءة والتملق المقيت اللي يخلي فلان بمنصب رب العزة، أستغفر الله ربي وأتوب له، يخلي فلان بمنصب النبي، يخلي فلان بمنصب الإمام. زين هاي كارثة، ما يخالف، حب ارغب بس لا توصل للألوهية. هذه الآية الكريمة مصداق لهذه. تدري سووا ذولي؟ لو ما تدري، هذا الوليد ابن عقبة تدري سووا له؟ شوف شلون العمل. خلوه خليفة على الكوفة بزمان عثمان، ولكم الله فسقه، الله نزل بنص، الله نص قرآن كريم، سووه خليفة. أجلك الله هو هذا الشارب الخمر، إذا سمعتوا يقولهم صلى الصبح 4، صلاة الصبح 2، هو سكران. أجلكم الله صلى 4، قال له يا عمي صلاة الصبح 2، التفت لهم قال لهم أزيدكم بعد شمل، ما يدري بنفسه، سكران. أجلكم الله مالك الأشتر سوى هم كل والي يخلون عنده خاتم يختم به، يسوون هناك بالمدينة يختم الوالي، هذا ختم الوالي. سوى مالك، ما يصدقون مالك الأشتر، أخذ الخاتم نزعه هو سكران وراح. هو صلى 4 مرة أخويا، وأجلكم الله يوم من الأيام بعث صاحبته صلي جماعة، لبسها ملابس رجال وقال لها روح صلي بالناس. عبثوا بالدين، لعبوا بلعب عجيب غريب. زين أخذ مالك الأشتر الخاتم وراح للخلافة، كان عثمان الخليفة، هو هذا ظاهر أخوه من أمه، أخوه من أمه. أخويا المفروض شو يسوون؟ أجلك الله بعد ثمل هو شارب الخمر، كون يقيمون عليه الحد، دزوا عليه، ياهو يقيم عليه الحد. هذا أخو الخليفة
ياهو يقول على عينك حاجب. أخوي اجى أبو الحسن مسح بيه القاع، هو جلده أبو الحسن بيده، قال لهم هذا لابد أن يجلد. بس ضموها لأبو الحسن، خوب كلهم ضموهن لهم، ضموا لمال خيبر، انضمت لعلي بن أبي طالب. مال بدر، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع، مو قال هو؟ قال هذول كتلهم علي بن أبي طالب كون يدرون اليوم أنا سويت. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقولون أبو سفيان آخر أيام عمى. أبو سفيان دخل هم بخلافة عثمان، دخل وين؟ البني أمية. قال لهم أنتم بس بني أمية لو وياكم جماعة غيركم؟ قال له ليش عندك؟ قال لهم عندي حكاية. قال له لا احكي براحتك، ما حد ويانا، بس بني أمية. قال لهم والذي يحلف به أبو سفيان. بمن يحلف؟ ما أدري، بالصنم ما أدري، باللات والعزة. هو هم خوش مفتهم يعني، مبين أمره يعني، مو ساهي لو ناسي، لا. والذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار تلاقفوها يا بني أمية. قال لهم ترى مال الجنة والنار ايش هاي؟ هو الملك تلاقفوها. يروح وين النوب؟ المن يروح يدلونه، ياخذونه من ايده يقودونه القبر حمزة رضوان الله تعالى عليه. حمزة وما أدراك ما حمزة. تدري شو تقول الرواية؟ تقول يرفس القبر برجله، يرفسه، يقول له إيه يا أبا عمارة إن الأمر الذي نازعتنا عليه أصبح بيد صبياننا. كيفنا نلعب بيه احنا؟ الأمر هذا سيفك المتحزم 24 ساعة أنت وعلي بن أبي طالب صار بدينا. ايه راحت ذيك الأيام بعد جهاد حمزة وموقف حمزة وموقف علي بن أبي طالب. من يضايقون أخوي؟ أبو الحسن وينك؟ تعال لنا، خلصنا من عمر. مو 3 مرات صح؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال لهم اكو واحد يريد الجنة والنار يطلع على هذا عمر ابن عبد الود العامري كأنما على رؤوسهم الطير. القرآن يقول بلغت الأنفس الحناجر وتظنون بالله الظنون. ما حد قام يتنفس. عمر بعد بطل يليل. أخوي خرج لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من يضايقون وينك علي؟ الحق. ومن الصير نفاه؟ لا، علي بن أبي طالب ما ريده خليفة، مو خليفة. عنترة بن شداد قبل الإسلام أمة اسمها زبيبة، أمة اسمها زبيبة. من الصير نفاه. أخوي شو يصيحون عليه؟ ابن زبيبة وين رحت؟ تعال اقعد، قوم تعال عبد. ومن يضايقون الحرب السيوف تأخذ ما أخذ بهم. الحق ابن الأطايب يا عم ترى أنت الطيب ابن الطيب، الحق لنا أخوي. هذا حال علي بن أبي طالب. ينادونني، هو يقول عنترة، ينادونني بالسلم يا ابن زبيبة وعند اشتباك الطعن يا ابن الأطائب. أي الحاصل هذا حال الأئمة، حال نواب الأئمة المراجع السيد الله يحفظها، هم حاله ترى. من الصير هدوء نشتم بيه ونسب، ومن الصير ضيق يوصل داعش البغداد سيدنا يلا الحقنا اعطينا فتوى، بس هسه نشتم، هسه نسب بيه. هذا حال الأئمة والأنبياء ونواب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا حالنا احنا. بالنفاه شيء ومن الضايق شيء. أخويا علاوي راتب يسوي، قال علي بن أبي طالب هدمه، هو علاوي هذا أياد علاوي، قال هدمه وابني شين طابوقات لنا. اجل السيد الله يحفظه منك وأخذ الناس فتح النجف الأشرف وطلع كل إخواننا سالمين غانمين، ما واحد بهم انجرح بفضل الله. أخويا
بفضل الله سبحانه وتعالى، وكلهم ينظر أبناء لهم، يقول أبنائنا ذولي كلهم، اللي يسب، اللي شتمه، اللي يغلط. والله أنا على منبر الحسين، وهي هم نقلها لكم الوجوه المباركة، يجونا سيدنا احنا شتمناه كبرنا الذمة، قال لهم لا حد يجي، أنا مبرئ للذمة لجميع العراقيين، لا حد يجي، مبرين الذمة كلكم. هذا حال الأب، هذا حال الأفق الواسع، القلب اللي يسع الدنيا بأسرها، اللي شتمه اللي يسبه يقول ابني ما يخالف. نعم، يأمرنا احنا، يقول الفقير الطوه، مو تقولون شتم السيد وما تطونه، الطوه أهم شيء فقير. وأنا شفته بعيني إخوان، بعيني والله العظيم، فقير هو بس بعد يشتم السيد نطيح، نقول فقرة أمر من السيد، اللي سبني وفقير الطوه، مو تقول سبني وما تطونه، لا 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 لا، دعوا الناس تقلد من تشاء. كيف العالم صار 20 سنة على منبر الحسين أنا إخوان، الآن هاي شهادة على منبر الحسين، أول خدمتي وياه قال إياك أن تدعو شخصا إلى تقليدي. دير بالك، مو تقول لهم قلدوا السيد السيستاني، لا، كيف الناس؟ دعوا الناس تقلد من تشاء، هاي كلمة نصا، ولو رجلا في المريخ اعتقدوا أنهم يوصلهم إلى الله. ناس أحرار، كيف العالم؟ احنا ما عندنا عبودية، لا 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 لا, لا عبودية فكر ولا عبودية جسد. قبل العبودية يسمونها مال جسدية، يشتغلون عليهم. اكو عبودية فكرية، استعبدك فكريا، فكرك مو بكيفك، بكيفي. لا سيد ما عنده، يقول لك انت صاحب فكر، انت الله خلقك عندك عقيل، فكر براحتك زين. ويريد الناس تعيش بوئام، يريد الناس تعيش بهدوء، يريد الناس تعيش اخوان بيناتها. يتألم جدا اذا لا سامح الله صار خلاف بين عشيرة وعشيرة زين، وبين منطقة، بين ابناء منطقة. ليش؟ لان كنا اولاد علي بن ابي طالب. احنا عمي مو سمعون شهر رمضان مبارك، انا رد اختم كافي بعد، تسمعون الخطباء وصية علي بن أبي طالب، يقول النبي قال يا علي أنا وأنت أبواه. احنا أبونا علي، كنا نرجع لعلي بن أبي طالب، احنا شيعة علي ونفتخر ونرفع الرأس. فلا يصير هاي لا سامح الله المسائل بيناتنا ويعني التهاترات وغيرها. لا 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 لا, لا. احنا كنا مذهب واحد، علي بن ابي طالب ابونا، ونلتفت الى ما يدور حولنا، نكون حذرين. نعم، لا نستغفل، والدنيا هاي تشوفها بعينك. احد الحجاج الملا قال لي كن نختم الليله على اولاد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، اكثر المضحي بيوم الطف مسلم، اولاده كلهم استأصلوهم كلهم. هي بصوره عامه آل عقيل اول مره، كله بصوره عامه. إمامكم الإمام زين العابدين يقول كلما مررت بدور آل عقيل خنقتني العبرة. ليه سيدي؟ والله تايهة، بس النسوان ما أحد آل عقيل كلهم أولاد مسلم، منهم من استشهد يوم الطف، ومنهم من سجن، ومنهم من ذهب يعمل عند الناس. هذا واحد اسمه محمد وإبراهيم، اثنين ذولي على وجوههم لزموهم، سجنوهم بالسجين. هم أولاد الأئمة أهل البيت، عندهم معرفة، يعني مثقفين. يقول شافوا هذا السجان، قالوا له سجاننا احنا إذا نقول لك بشيء وتكون مأجور عند الله وعند الرسول وعند النبي صلى الله عليه وآله. قال لهم شنو؟ قالوا له احنا ترى من بيت آل النبي، من بيت آل النبي. قالوا نعم، وبعد نزيدك احنا من المدينة المنورة، واحنا أولاد عقيل، أولاد مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. قال والله أفتح الباب ولو قطع عنقي. وبعدين عدموه بالصياط، ضربوه ضرب ابن مرجانة بالسياط إلى أن استشهد رضوان الله تعالى عليه. فتح لهم الباب، قال لهم سيداي امشى في الليل، سيرا في الليل، وكمنا في النهار.
اجوا إلى أن وصلوا للمسيب، محمد وإبراهيم، محمد أكبر من إبراهيم. وصلوا للمسيب بالنهار، شافتهم امرأة، سبحان الله شلون مصيبة أبوهم وطوعة، نفس الشيء امرأة. قالوا لها أمة الله ألا ضيفتينا وأجرك على النبي وآل النبي، أنتم منين؟ قالت لهم، قالوا لها احنا أولاد مسلم بن عقيل. قالت لهم على الرحب والسعة، بس أنا عندي ختن، هذا جاي يدور خاف ويا عبيد الله بن زياد على الجائزة، شلون؟ قالوا لها خلينا عندك. فعلا يقول يوم يومين رجع هذا اللعين، وإذا به أحس بهم في بيته. نعم. قال من أنتما؟ قالوا نحن أولاد مسلم بن عقيل، كنا في ضيافة امرأة والآن في ضيافة رجل. قال يا ضيافة أتعبت نفسي بالبحث عليكما، أنا أدور الجائزة. قالوا يا هذا نحن من آل النبي، من آل الرسول. يقول ربطهما كتاف، عند الصباح أخذهم على شاطئ النهر. محمد الكبير قال يا هذا نحن نعرض عليك أمور. قال ماذا تريدان؟ قالوا الأول اطلق سراحنا كرامة لرسول الله. قال لا حبا ولا كرامة. الثانية خذنا وبعنا بالسوق، خذنا بيعنا بالسوق وانتفع بثمن. قال كذلك لا أريد هذا. قالوا الثالثة خذنا إلى عبيد الله حيا ليرى رأيه فينا. قال لا 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 إلا أن أقتلكما وأخذ رؤوسكما. أمر عبدهما يضرب عنقي الأطفال، يقول رفع السيف العبد اللي يشتغل عنده. قال محمد أيها العبد ما أشبه سوادك بسواد بلال الحبشي. قال له وين تعرف بلال؟ قال هذا مؤذن جدي رسول الله. شلون ما أعرفه؟ يقول قذف السيف من يده وعبر النهر. قال عصيتني هذا اللعين. قال له عصيتني؟ قال نعم أعصيك ولا أعصي الله. تقول الرواية أخذ السيف بيده رفعه على محمد. أخوه الصغير اعتنق محمد. قال يا هذا إن كنت تريد قتل محمد اقتلني قبله. قال لا. الكبير قال اقتلني قبل أخي أموالي. أخذ السيف رفعه ضرب محمد قطع عنقه وقذف جثته بالنهار. بعد ذلك بقي إبراهيم صاح وأخاه وسيدا وحسينا وغريبا ووحيدا، قطع رأسه وقذف جثته بنهر المسيب. تقول الرواية الجسدان اعتنقا واحد يم الثاني. الله. قالوا تريد تقتلنا يا ظالم شلك علينا، خذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا. تريد تقتلنا يا ظالم شلك علينا، خذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا. لو حيان لابن زياد والدين. تقول الرواية أخذ رأسيهما إلى ابن زياد وقص له القصة. قال له قبحك الله اقطعوا عنقه. قتله ابن زياد لعنة الله على الظالمين. أحد العلماء يقول كنا نذهب إلى المسيب آخر الليل والله نسمع أنين وحنين من قبورهما، شباب مظلومين غرباء ما عندهم ذنب. يا شبان يا شبان بالله لا تونون، بالله لا تونون
شلون تلجمون قلبي من تلوجون، حسرات عالدنيا تجرون بونينكم مدرش تريدون. هذا بي من يذكركم بحال أمهم عندما سمعت باستشهادهما، قالت ردك تهيل علي التراب وردك ترد وحشة الغياب. يا يما يا ما يتبدى طولك وغايب، ردك ذخر ليام شيبي يا محروم من شم العذابي. تقول شبان بعمر الورد يزهون، يا حسرات عالدنيا تجرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها فرج عنا يا الله. إلهي يحينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا ممات محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم الإخوة الحاضرون احفظهم ومن يلوذ بهم وعوائلهم يا الله. إلهي ادفع هذه الغمة عن هذه الأمة، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره ومن أعوانه ومن المستشهدين بين يديه. نقرأ دعاء الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا وجيها عند الله اشفع لنا يا الله. يا وجيها اشفع لنا عند الله. يا وجيها اشفع لنا عند الله. إلى روحي وشرف النبي، أرواح الأئمة الأطهار، أرواح شيعة أمير المؤمنين، أرواح العلماء، أرواح الشهداء، أرواح موتى السامعين والجالسين والمؤسسين، للجميع ثواب الفاتحة، من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.